الحمد لله قدر ولطف. احنا فعلا كنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نطلع من دور 16 على ايد منتخب تصنيف ثالث، طالع ثالث اصلا مجموعته. فالحمد لله ربنا سترها، وعلى رأي علي محمد علي البركة ساعات بتمشي، فالحمد لله. بس لو بتتابعنا ودي اول مرة تشوفنا، ما تنساش تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. خلينا نتكلم شوية على الكارثة اللي حصلت النهاردة. بداية كده، حسام حسن لازم يروح يحب على راس ياسر ابراهيم، لان لولا ياسر ابراهيم النهارده كان منتخب مصر هيطلع من البطولة. فقبل بقى ما نستعرض دقيقة بدقيقة من اللي حصلت في الماتش ولاعب لاعب واللي حصل النهارده، خلينا نتكلم كلمتين. هو احنا ليه يا جماعة بنلعب خمسة ورا؟ يعني انا اتفهم ايام حسن شحاتة كنا بنلعب بموضوع الليبرو ده عشان نغطي على كوارثنا الدفاعية، وفعلا كانت بتجيب نتيجة. انما في العصر الحالي وفي الوقت الحالي موضوع الخمسه ورا ده فاشل. احنا بيطرح علينا برضو بكميه فرص مش طبيعيه. ليه؟ لان الخمسه اللي بيقفوا ورا دول احنا بنبقى راجعين، يعني احنا ما بنضغطش من فوق مثلا من بعد منطقه الجزاء، لا احنا بنبقى بندافع من جوه منطقه جزائنا. علشان كده وجود رامي ربيعه جنب ياسر جنب حمدي فتحي على خط واحد بيخليها كارثه. لازم حد واحد فيهم يكون متقدم، يعني حمدي ياخد خطوتين قدامهم يرجع ورا يلعب ليبرو زي ايام حسن شحات. انما الثلاثه على خط واحد وجنب بعض بالمستوى ده الموضوع صعب. احنا حتى في طلعتنا بالكوره بالثلاثه دول الموضوع كارثي. وعايز اتكلم على الهدف اللي دخل فينا من منتخب بنين. الكوره مع زيزو ورجعت لمحمد الشناوي. شفت بوستات كتير بعد الهدف بتلوم زيزو على ان هو رجع كوره محمد الشناوي. بتلوموا على ايه يا جماعه؟ هو انا اصلا مش فاهم احنا معليين الريتم قوي كده ليه؟ يعني انا كسبان 1-0، المفروض ان انا بهدي اللاعب، يعني بباصي بكسب وقت. انما انا بحس ان احنا على مدار ال 120 دقيقه احنا بنلعب ولكنها سباقات سرعه. يعني اكني في ماراثون، انا كل كره بتجيلي برمي، كل كره بتجيلي برمي وهم عليا وبرمي. يا جماعه دي كره قدم، يعني الموضوع مش محتاج تكون ال 120 دقيقه على نفس الريتم. آه، ميزه لعيبه نص الملعب او اللعيبه اللي بتمسك كوره كويس انها تكون بتهدي الايقاع شويه وبتهدي الريتم، وده مطلوب في اوقات كتير. فكوره مع زيزو بيرجع بيها لمحمد الشناوي. عندك كام ثانيه تقدر تستلم وتبص بعينك وتوزع يا يمين او شمال؟ انت قررت فجاه ان الكوره تجيلك اكنها تهمه او كارثه فتشوطها. ليه؟ وانا مش فاهم الحقيقه لحد النهارده. يعني انا هقارن محمد الشناوي بالجون بتاع منتخب بنين. الجون بتاع منتخب بنين كام كره رجعت له كان بيستلم ويبص ويوزع بكورته بيلعب برجليه احسن من الشناوي. فانا مش فاهم محمد الشناوي كان اتلخبط ليه في الجون ده جدا. وبعد ما قلشها او بعد ما طلعت كده الكره وصلت لحد الراجل اللي هو الوينج رقم 18 اللي اتكلمنا عليه امبارح وقلنا ان هو اميز لعيب في منتخب بنين. الراجل بيرفع الكروس، كره خبطت في رجل فتوح طبعا فيها توفيق وراحت ناحيه محمد الشناوي. لحقها بالعافيه ليه بقى؟ عشان دي غلطه وقفه محمد الشناوي التاريخيه. محمد الشناوي في اي كروس قبل ما ترفع بياخد خطوه كده لقدام، انا ما بفهمهاش لحد النهارده. ممكن يعني لو في وقت احط لك هنا على جنب ثلاث اربع لقطات لجوان دخلوا في الاهلي بنفس المنظر. محمد الشناوي بياخد خطوه كده انا ما بفهمهاش، بتخليه ان الكره لو اتخبطت وراحت في اي تغيير اتجاه تاني هو ما بيلحقش يجيبها. يعني اعتقد الجون ده كان دخل فينا في ماتش في ماتش بتروجيت اعتقد، وفي طلائع الجيش محليا، ومع منتخب مصر اتكرر كتير. الخطوه دي ما لهاش مبرر. فالراجل لما محمد شناوي خد الخطوه دي وبعدين خبطت في رجل فتوح وترد يعني راحت ناحيه الجون والشناوي طلعها بالعافيه. الكره الثانيه برضو لمنتخب بنين، مع ان انا كياسر ابراهيم ورامي ربيعه وحمدي فتحي انا بدافع من جوه المنطقه، فازاي مهاجم واحد وسط ثلاثه هو اللي بيكون بياخد سكند بول؟ جون عجيب وغريب جدا. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلم عليها غير موضوع سباقات السرعه اللي بتكلم فيها دي، انا بلعب خمسه ورا وما فهمتهاش، وانا عايز رايك في كومنتات تقول لي انت برضو ما بتفهمهاش زيي ولا ايه. بلعب باتنين او بلعب مثلا بنزلت بدات بابراهيم عادل وتريزيجيه ومروان عطيه. طيب يعني انا بلعب مثلا بتريزيجيه وابراهيم عادل اتنين تمانيات قدام واتنين مهاجمين مرموش ومحمد صلاح، يعني انا بادئ 5-3-2. انا مش فاهم ليه صلاح ومرموش او صلاح ومرموش الاتنين كده اتنين راس حربة صراحة. انا عارف ان انت مش عايز تديهم واجبات دفاعيه، بس برضو الاتنين من فوق ما بيضغطوش اصلا. يعني انا ما شفتش كوره مرموش ضغط وخدها مثلا. خلاص. انا كنت بتمنى مرموش يلعب راس حربه ولكن لوحده. انا عايز العب بالشكل التقليدي عادي، لو عايز العب مثلا 5-2-3 ماشي، انما 5-3-2 ليه؟ او العب 4-2-3-1 براس حربه برضو اللي هو مرموش. يعني انا عايز يا جماعه ونجاد في كوره في الدقيقه 120 بتلخص لك المشهد اللي بتكلم عليه ده. الكوره دي بعد نزول مصطفى محمد.
الكره اللي جمع زيزو كوينج، جمع مع فتوح وقرب لهم امام عاشور وصلاح ضم معاهم ومصطفى محمد كان هو المهاجم. تجميعة اللعب دي اللي هي الشوطه اللي شاطها امام فوق في السماء في الاخر، هي دي شكل الكره اللي انا فاهمها. ان في باك بيزيد، وفي وينج واقف قدامه، وفي نص ملعب بيضم معاهم، وراس الحربه واخد الاثنين مدافعين بتوع بنين. ده الشكل اللي فاهمه. انما موضوع ان انا بهاجم باثنين راس حربه اللي هو صلاح ومرموش، الاثنين ما بيدافعوش، وانا عارف انا وانت ان هم مش هيدافعوا خالص. ففي الاخر انا بدافع بالثمانيه تحت الكوره بس، يعني بدافع بخمسه وثلاثه والاثنين دول بره اللعب خالص. انا مش فاهم الحياه خالص. فكرة في دقيقة عشان دي ارجع ابص عليها تاني، ده شكل الطبيعي اللي المنتخب ممكن يلعبه. انا مش فاهم ليه مع حسام حسن احنا بندافع بخمسه وبنهاجم بخمسه واكن نص الملعب ده مش موجود. الموضوع اشبه بالبلاي ستيشن، اللي هو انا موقف خمسه ورا فانا مش هيطرح عليا بهجمات صعبه، وفي نفس الوقت الخمسه اللي قدام او الاربعه اللي قدام كل واحد معاه الكوره، اللي يعرف يعمل حاجه يعملها، اللي بيعرف بقى يشوط يشوط، اللي بيعرف يباصي يباصي، اللي بيعرف يعرض الكوره يعرضها. لا انا مش ما شفتش لعبه واحده مفيده. كرة في الدقيقة 120 ده شكل الاهلي لما بيلعب والزمالك لما بيلعب وبيراميدز لما بيلعب. باك وينج نص ملعب بيخش معاهم، بنعمل حاجه مركبه مع بعض، ومصطفى محمد مهاجم او مرموش حتى مهاجم. ده اللي افهمه. اتكلمنا امبارح ان حارس مرمى منتخب بنين حارس قصير القامه. انا ما شفتش اي حاجه تخلينا نستغل نقطه الضعف دي. يعني بره عن هدف ياسر ابراهيم اللي هو كروس بتاع مروان عطيه وياسر حطها في اخر في الزاويه البعيده للحارس القصير، دي المره الوحيده اللي استغلتها. غير كده على مدار 120 دقيقه ما استغلتش الكلام ده كله. في نقطه انا هقولها لان انا بحب المنتخب ده وبحب عمر مرموش جدا وصلاح جدا. انا يا جماعه انتوا اعظم اتنين لعيبه مع مستوى المحترفين موجودين في المنتخب ده. يعني انتوا اللعيبه بتشوفكوا كنماذج ونماذج ناجحه. ازاي ولا واحد فيكم في كل كوره جات له كان بيقدر يمسك الكوره ويقف عليها 3 4 ثواني؟ انا ما شفتش 3 4 ثواني. احس الكوره بتجيلك انا عايز سبرنتات وافتح واجري. الماتش كله ما ينفعش يبقى رتم عالي. انا عمر مرموش ما فيش كوره خدها استلمها كمهاجم او كرقم 10 ايا كان المركز اللي كان بيلعب فيه وحط كوره تحت رجله ورجع مثلا لوسط الملعب او رجع سند على الباك وجمعنا لعب. احنا في طول الماتش بنجري زيهم. هم برضو دي مشكله يا جماعه. المهاجم المنتخبات الافريقيه اقوى مننا بدنيا، دي حاجه احنا مش هنقدر نواكبها. بس انا اقدر اواكبهم بالذكاء بالتكتكس بتاعتي. انما ان انا المنتخب بنين عايز ينزل يلعبني ماتش كله جري وضرب وبدني هيتفوق عليا. اي منتخب هيتفوق عليا في الموضوع ده. فاللي كان دايما بيميزني ايام جيل حسن شحاته ان الكوره تحت رجلي انا بعمل بيها حاجه، بوزع لعب، بطلع الباك، بطلع نص الملعب. احنا الجون الاولاني بتاعنا ده هو النموذج اللي المنتخب المفروض يلعبه. ان الكوره تيجي ناحيه، يعني في تجميع لعب ناحيه الباك رايت، صلاح 1 2 مع محمد هاني بيوصل لحد الخط. مش لازم يلعبها بمنتهى القوه على القريبه، لا ممكن يلعبها على بره لو حد من نص الملعب يجي يشوط زي مروان عطيه. دي الكوره اللي نفهمها. انما احنا 120 دقيقه بنجري زينا زيهم، مش طبيعي. نقطة تانية مهمة قبل ما انسى، عمر مرموش. مفيش شك ان الراجل تحت جوارديولا اكيد اتطور والتصويب والكلام ده كله، بس انا مش شفتش غير تصويبه واحدة لعمر مرموش اللي خبطت في المدافع فرحة كورنر. يعني 120 دقيقة عمر مرموش ما شاطش ولا كورة. هل عمر مرموش عايز الكورة يبقى جايب وشه ناحية الجون؟ خلاص ما تطلبش تلعب راس حربة. يعني اتكلم مع المدير الفني بتاعك حسام حسن، قول له انا ما بقاش بستلم انا كمهاجم بظهري للجون، لا انا عايز ابقى جاي للجون بوشي عشان اشوط مثلا. النقطة التانية بقى والمهمة، عمر مرموش بيقع كمية مرات في الماتش مش طبيعية. يعني أي تدخل من أي مدافع بنسبة كبيرة المدافع بياخد منه الكورة. وكمان عمر مرموش ما بياخدش فاول. طب هل الظاهرة دي أول مرة تظهر؟ لا، الظاهرة دي حتى في ماتشات مانشستر سيتي. وكان في ارتكل في اثلتيك اتكلموا عن الموضوع ده. انا ما اعرفش هو ما المستوى البدني بتاعه وصل لحد فين، او القوام العضلي او القوام الجسماني بتاعه عامل ازاي. بس اللي اعرفه ان انت ما ينفعش كل كوره طالما بتلعب في مركز المهاجم اللي هو في خبط وضرب مستك فيه سرعه زي ما كنت في انترخت فرانكفورت في المانيا انما في افريقيا وحتى في البريمير ليج انت محتاج قوه. يعني رقم 9 في زي ليل فوستر بتاع بيرنلي مثلا مع جنوب افريقيا مهاجم 9 قوي. هالاند قوي. جوكريس قوي، جابريل خيسوس قوي. رقم 9 ده لازم في حته القوه دي. انما مستك بس سرعه مش هتقدر تستلم تحت ضغط، صعبه جدا. اتكلمنا امبارح ان منتخب بنين عنده نقطه ضعف قاتله وهي بطء قلبين الدفاع. هم اقوياء بدنيا جدا في الخبط والضرب ولكن سرعه لا. ومرموش ان هو يبدا مهاجم ويستغل الموضوع ده زي ما اتكلمنا امبارح كان مفيد. بس ما شفناش غير في لقطه واحده في الدقيقه 7 في الانفراد. الباص اللي راحوا مش فاكر كان مين اللي باص، اعتقد مش فاكر صلاح ولا مين من او حد من نص الملعب. عمر مرموش فرق عنهم بالسرعه. ماتش زي ده في لقطه زي دي 1-0 في الدقيقه 7 انت هتعمل حفله. انت بانفراد ضائع زي ده ما فيهوش استهتار، مش عايز اقول كلمه استهتار بس ما فيهوش توفيق.
انت الماتش كان ممكن يتحول عليك. في الدقيقه 50 علي محمد علي قال نقطه في غايه الاهميه وهي اللي بتلخص المشهد ده. الدفاع منتخب بنين بقياده المدير الفني الالماني ده منظم جدا. كنت بتمنى يبقى في حد في نص الملعب بيبتكر وده ما حصلش. قال جمله بقى مهمه قوي، قال لك اللعب كله مقروء. هو فعلا يا جماعه هم واقفين صح، واحنا بنطلع الكوره بينا وبين بعض، هم بيتفرجوا علينا، هم عارفين، ما سايبيننا نعمل اللي احنا عايزينه، ولما نوصل عند زون معين في الملعب بيبداوا يضغطوا، فسايبينك بقى خد الكوره اعمل بيها اللي انت عايزه، كده كده انت ما عليكش خطر. فتحس ان الموضوع كان سكريبت، يعني انت بتتفرج على سيناريو محفوظ، هم حافظين انت بتعمل ايه وقاريين كل لقطه ليك. طيب دي كل افكاري اللي شفتها في الماتش. انا عايز اتكلم على لاعب مش تقييم لكل لاعب، بس عايزين نتكلم على لاعب. محمد الشناوي الهزه اللي مديني ماتش حلو وماتش وحش، انا بحقيقة مش فاهمها. واللي وفق منتخب مصر 2006 و2008 و2010 مع حسن شحاته كان الاساس فيه عصام الحضري. ما ينفعش حارس المرمى اللي هو عمود اساسي في الفرقه يكون بالهزه دي. الحقيقه بقى انا مش عارف انت بتتهز ليه، والموضوع ما بيستدعيش يعني جون تاني. هنتكلم تاني على جون منتخب بنين، كان ممكن تتلاشى المشهد ده كله علينا. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وحمدي فتحي طبعا نجوم الماتش، وانا وجهه نظري المتواضعه على مدار اخر مثلا من بطوله افريقيا 2017 لحد النهارده، كل واحد هيلعب مدافع او بيميل للجانب الدفاعي في خطتنا الدفاعيه دي هيبقى مان اوف ذا ماتش. لان هو مش مطالب منه انه يطلع بكوره كويس كمدافع، ولا مطلوب منه انه يكون كورته كويس، هو مطالب يكون قوي وراجل. فطول ما احنا بنستقبل لعب كده هيبقى شكله كويس. فالثلاثه دول انا تقييمي ليهم ان هم كانوا 10 على 10 طبعا. محمد هاني عادي، يعني هو برضو الماتش ما كانش البدايه ما كانش احسن حاجه، بس بعد الاسيست انا حاسس ان هو فاق وكان بدنيا واقف على رجليه وقدر يسيطر على اللاعب رقم 18. محمد حمدي الف سلام عليه وان شاء الله ما تبقاش رباط صليبي، كان كويس قبل ما يطلع ما كانش سيء. احمد فتوح كويس، بس احمد فتوح لازم يفهم انه تطلعات الناس ليه اعلى من كده بكتير. الاكسبكتيشنز عاليه قوي لفتوح. فتوح واحد من امهر اللعيبه اللي جت في مصر في تاريخ مصر، واد خماسي حريف. بس ما ينفعش فتوح وانا مش واخد ثقه في نفسي والدنيا معايا مش احسن حاجه وراجع من ظروف صعبه وما بلعبش في الزمالك، ان يبقى كل كوره عندي عايز ابين ان انا مهاري. يا سيدي حاضر حاضر والله انا عارف ان انت لاعب كوره، بس ما ينفعش كل كوره تعمل فيها كده. بس ده تعليق على احمد فتوح. نص الملعب مروان عطيه وتد ومان اوف ذا ماتش، وده اللي كنت دايما بتكلم فيه دايما مع الناس، انه مروان عطيه هو فعلا احسن سته في مصر، مع احترامي لدونجا ومع احترامي محمد شحاته اللي هيلعب برقم سته. مروان عطيه فعلا بيقدم اللي مطلوب اثباته. خير الكلام ما قل ودل، هو ده مروان عطيه. ابراهيم عادل وتريزيجيه انا عندي علامات استفهام عليهم، بس برضه مش قادر اظلمهم. ليه؟ لان انا مش شايف ان هم الاثنين بيلعبوا في مراكزهم بصراحه. يعني انا ما فهمتش ابراهيم عادل هل هو واخد وينج مثلا لما بدأ الماتش، ولا ابراهيم عادل بيلعب 8 في نص الملعب جنب مروان وتريزيجيه. انا ما فهمتش. تريزيجيه نفس الكلام، انا مش فاهم هو كان بيلعب فين، واعتقد هو ما كانش عارف هو مركزه ايه. فهو بالنسبه لي بلا تقييم، لان هو ما اداش اي حاجه من المطلوب اثباته. يعني تريزيجيه لو بيلعب وينج المعتاد بتاعه وقدم ماتش سيء على الباك رايت المتواضع بتاع منتخب بنين، ممكن نقعد ننتقده، بس انا ما اقدرش اتكلم عليه وهو راجل يعتبر ما بيعرفش في مركزه. انا حاسس ان الدنيا اللي قدام متلخبطه. مرموش الصراحه انا اتكلمت عليهم، دايما تطلعات الناس عاليه عليهم جدا. ما ينفعش يكون هم يعني من اسوء لعيبه النهارده في الملعب، يعني مع احترامي للجون الثالث بتاع صلاح، يعني الانفراد اللي اداله اسيست زيزو ده. صلاح سيء جدا. قرارات كتير من محمد صلاح النهارده سيئه للغايه. وموضوع مش موضوع ان هو ما بيلعبش في مركزه، الموضوع ان هو ولا بدنيا طبعا، يعني مش هتتكلم على صلاح بدنيا، بس انا حاسس ان هو محمل نفسه فوق طاقتها. يعني خلافه مع ارن سلوت في ليفربول ده مأثر عليه لحد النهارده، اللي هو محتاج جاي البطوله دي عايز يثبت حاجه للناس فبيعك. ده وجهه نظري يعني. في حد تاني احنا ما قيمناهوش. زيزو وامام. ده مهم قوي نتكلم على زيزو وامام. بص، في بعض الاحيان كانوا بيعملوا المطلوب اثباته، وهو ان هم يسيطروا على الكوره، ان انا اقلل رتم الماتش شويه، اقلل الغابه اللي انا بجري فيها، كان في بعض الاحيان بيعملوها. بس انا ستيل شايف ان زيزو، ودي ممكن تكون حاجه ازليه معاه، ان زيزو لما ما بيبداش الماتش وبينزل الدقيقه 50 60 70 عقبال ما يخش في جو الماتش، الموضوع بياخد منه وقت. دي قناعتي عن زيزو على فكره من ايام الزمالك. عشان كده لما كان على مدار 3 4 سنين مع الزمالك كونسيستنسي عاليه جدا واستمراريته عاليه جدا، لان زيزو اساسي 90 دقيقه.
فهو ممكن ياخد 5 دقايق 10 دقايق قبل ما يخش في رتم الماتش، فتمام. انما بينزل في دقيقه 50 60 بيبقى بعيد. امام في مشكله بدنيه طبعا بسبب المرض اللي كان عنده، طبعا الف سلامه عليه. بس المنتخب في الاوقات دي بيحتاج رجاله، بيحتاج انت تدوس على نفسك اكتر من كده بكتير. اعتقد انا اتكلمت على كل الناس. وطبعا مصطفى محمد مفيش تقييم، الراجل لعب مثلا دقيقه واحده، وحسام عبد المجيد اعتقد حتى ما لحقش انه ينزل. بس نصيحه للكابتن حسام حسن والله العظيم عشان بحب المنتخب ده، ما ينفعش تكون بتخسر لعيبتك بالطريقه دي. يعني اصرارك ان مرموش يكمل لغايه 120 دقيقه وهو وحش قوي كده، وعندك بره مصطفى محمد، صعبه جدا. وبتدي رساله انه ينزل اخر دقيقه ان انت بتضيع بيه وقت، رساله للاعب ان هو مهمش هتحتاجه. وده اللي قلناه في البطولات اللي فاتت، في بطوله فيتوريا وبطوله كروش. البطولات دي نفس طويل، يعني انت هتفقد زي ما فقدت النهارده محمد حمدي وبنسبه كبيره تريزيجيه. هتحتاج اللعيبه اللي على الدكه، ما ينفعش تخسرهم كلهم كده. في نهايه الحلقه بشكرك لو كملت للاخر، واسف لو في شويه عصبيه، بس الواحد متضايق جدا على مستوى المنتخب انه قدام بنين يكون كده، امال هعمل ايه قدام كوت ديفوار. واستنانا في الحلقه الجايه المراجعه النهائيه قبل ماتش كوت ديفوار او بوركينا فاسو الصاعد منهم باذن الله. ما تنساش لايك وكومنت وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. شكرا.